بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد مع ملك حركة الضم. احنا كنا أخدنا مع بعض حركة الفتح والكسر، وهي بتقدر الحمد لله دلوقتي تتملى كلمات فيها فتح والكسر مع بعض، وكمان كلمات وتقرأ كلمات ثلاثية فيها فتح وكسر معا، أو الكلمات اللي أوسطها مكسور. هنشوف دلوقتي مع ملك كده هتقرأ الكلمات دي ازاي كمراجعة، وبعد كده ندخل على الضم لما نحس انها ايه شطورة كده وبتقرأ الكلمات دي كويس. يلا يا ملك اقرأي. ري ها كلها عارفة شاطرة. يلا يا ملك. مي ها كلها سمع شاطرة. يلا يا ملك. صح. فري ها قوليها كلها. فرحة. يلا يا ملك. يلا يا ملك. ها ها بي قوليها كلها. حبسة. كده اتأكدت ان ملك ما شاء الله بتعرف تقرأ كلمات ثلاثية فيها الايه الحركتين الفتح والكسر معا. دلوقتي بقى هنشوف حركة الضم بنديها للطفل ازاي. بنكتب ورقة كاملة بالحروف مضمومة للطفل عشان نعرفه معنى الضم وشكل حركة الضم وبيكون فين مكانها. أول حاجة شكل حركة الضم بيبقى يكون ده شكلها زي الواو الصغنونة كده، مكانها فين؟ فوق الحرف، فوق الايه؟ الحرف. ودلوقتي هنتعلم صوت الحروف مع الضم. صوت الحروف مع الايه؟ مع الضم. الضم ده بيخلينا نعمل ايه؟ نضم بقنا يا ملك لما نقول الحرف، فنقول الف ضمه او، نضم بقنا مع الضم ده. لما نشوف ضمه كده فوق نقول او. طيب سين ضمه سو. شطوره يا ملك. طيب عين ضمه يا ملك. برافو. طيب فاء ضمه. شوفي بعد شويه تلاقي الطفل بدا يتفاعل معاكي ويبقى فهم فهم معنى الحركه وصوت الحرف مع الحركه ازاي. طيب راء ضمه. طيب قاف ضمه. شين ضمه. شو بصوت عالي. شو. طيب دال ضمه. ممتازه. هاء ضمه بصوت عالي يا ملك. هو برافو. طيب لو قلنا تاء ضمه. تو. ممتازه. يبقى الضمه دي بتخلينا نعمل ايه في بقنا؟ نضم بقنا، فنقول هو. نقول دي ازاي؟ تو. طب لو انت شطوره هنقول ديت ازاي؟ زو. ممتازه. طيب قولي يا ملك. تو. طيب قولي يا ملك. او. برافو. طيب قولي يا ملك. ده ايه؟ ذو. ممتازه. كده الطفل فهم ايه معنى الحركه وبتعمل ايه او بتغير صوت الحرف ازاي. يلا يا ملك نشوف كده عشوائي. ملك يلا يا ملك قولي لي صوت ده. تو. طيب هنقول ده ازاي؟ قولي. رو. شاطره. وده شو. طيب وده يا ملك؟ وده غو. فهمتي بقى؟ يبقى الضمه دي اللي شبه الواو الصغننه فوق الحرف بتخلينا نضم ايه بقنا، عشان هي اسمها ضمه بنعمل كده مع الحرف. غو زو. يبقى اللي فوق دي اسمها ايه؟ ضمه. اسمها ايه؟ ضمه. طيب تعالوا نشوف بقى هنا دمج صوتين مع بعض. بصي يا ملك هناخد دلوقتي دمج 3 حركات. الاول هناخد دلوقتي حرف مضموم ضم زائد كسر اهو. ضم وكسر. يلا اقري كده يا ملك. سو مي. شاطره. سو مي. تمام. واقري يا ملك كده. اقري. عو ري. شاطره. يلا يا ملك. عوري. يلا يا ملك. لا
لا احنا قلنا ايه؟ ضمه. فو هي، فو هي، زي سو مي وعوري، ضم وكسر. ضمي مع الفو وتكسري مع الهي تبقى فو هي. يلا يلا يا لولي. ها ها شو هي، قوليها على بعضها. شو هي. ها لو اقري. لا ولا لو؟ بصي على الحركه الاول، ضمه يبقى نضم. لو بي، قوليها على بعضها. يلا ها ده حرف ايه الاول ده؟ نو قوليها على بعضها. نو في. شاطره. ها كلها شوري. يلا يا ملك. لا يا ملك مع الضم. ها ضم. كلها كوسي. يلا يا ملك. فو ري. ها يبقى كلها فوري. يلا يا ملك. سي، يبقى كلهم عود سي. برافو عليك يا ملك. طيب لو انا قلت للملك بقى اكتبي اللي انا هقوله لك ده. هناخد املاء لمقطع ايه؟ ضم مع ايه؟ ضم وكسر. يلا تتملي بقى المقاطع اللي اقولها لك دي يا ملك. فين قلمك؟ يلا يا ملك بسرعه طلعي قلمك. يلا يا ملك. هاتي قلمك يلا. خدي يلا اكتبي هنا. نو في. يلا يا ملك. نو في. نو في الاول. لا نو في. هنكتب ايه الاول؟ حرف ايه الاول؟ صوت مين اللي جه الاول؟ نو في، وماسك في ايد الفي. نو يلا. نو حرف الايه؟ نو. يلا اكتبي وتمشي على السطر يمسك في الفي. نو في. ايوه حطي النقطه على النو. ايوه في بقى. في. هنكتب في ازاي؟ اكتبي فاء. نو انت كده اهي. نو اهي. نو في بقى مكتوبه ماسكه في ايدها في. يلا اكتبي في. يلا اعملي الدايره بتاعت الفاء. ها تعملي الدايره من تحت ولا من فوق؟ من فوق. يلا لفي ايديكي فاء. ايوه شدي ايديها على السطر. يلا شدي ايديها هنا. شدي قوي. هنحط ايه على الفاء؟ كام نقطه؟ ها نقطه. شطوره. نو يبقى عليها ضمه والفي تحتها ايه؟ شاطره. يلا اكتبي هنا. عو بالاول. عو. ها ايوه شدي ايديها. ري بقى ماسكه في ايد الري. يلا انزلي بالري. شاطره. عين عليها ايه؟ عو عليها ايه؟ ضم. يلا اعملي واو صغنونه خالص. ايوه ري. ري. شاطره. سوحي. حرف ايه؟ حرف ايه الاول ده؟ سو. اكتبي بقى السو. ارجعي ورا كده يا ملك شويه عشان نشوف. يلا اكتبي ايوه ايوه كم سنه؟ ايوه شاطره. 3. واكتبي شدي ايديها واكتبي حي. مدي ايديها واكتبي حي. ايوه شاطره. شدي ايديها بقى. لا هي في الاخر ولا في النص؟ لا دي هتبقى في النص. عايزاها من غير ايه؟ من غير ما نعمل لها كده. هنشد ايديها كده. حي. يلا امسكي يا عمرو. حي. واكتبي هنا شوكي. حرف الايه؟
يلا اعملي السنون. ها شاطره وشد ايديها يلا. عليها كام نقطه؟ الشين. برافو. 1 2 ها 3. شو يبقى عليها ايه؟ فين الحركه بتاعتها؟ على راسها ايه؟ ها اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه دي؟ ضم. شو حي بقى. حي زي دي. يلا انت عملتيها مره حلوه. شو حي. برافو. الحي تحتها ايه؟ كسره. تمام. يبقى احنا نملي الطفل كلمات فيها ضم وكسر. اقريهم بقى كده. ها نو. ها في. ها بصوت عالي. ها اللي بعدها عوري. ها كلها. ايوه كده. سوحي. ها ها بصوت عالي. شوحي. شاطره يا ملك. طيب نبدا نكمل بقى مع الطفل ونديله ايه؟ كلمات ثلاثيه فيها فتح وكسر وضم معا. ضم وبعد كده كسر والحرف الاخير مفتوح وفتح. يبقى ندي ال3 حركات في كلمه واحده عشان الطفل كاننا بنراجع القديم وبندي جديد. فنكتب الكلمات زي كده. هي دي الطريقه الهرميه. حرف حرفين 3 حروف. يلا الكلمه بقى كده دي يا ملك. ها عوري فا. قوليها كلها. عرفة. ايوه كده. يلا قولوا لي. ها سوح. ها قوليها كلها. سحب. يلا قولوا لي. ها لا شو. ها ده حرف ايه؟ ده. ها ده قوليها كلها. شوف قولي. ده قوليها بصوت عالي بقى. شوهد. ايوه كده. يلا يا ملك. لا ها ضم. ها ها ايوه. ها ما. ها ما قوليها كلها. ها ها كوس. لا دي سي. كوسيما. قوليها كلها. كوسيما. ايوه كده. ولما الطفل يقطع لازم يرجع يقرا لك الكلمه تاني. قوليهم كده تاني يا ملك. ها عرفه على بعضها. عرفه. ها صحي. صحيبه. ايوه كده. ها شو ايه؟ هي ده. قوليها كلها. ها ها لا كوسي. ما كلها. ايوه كده. ده بيخلي الطفل بعد كده ما يقعدش يتهته ويقعد يقطع في الكلام حتى وهو بيقرا. بعد كده نعلمها التحليل الصوتي ونديها كلمات املا برضو ثلاثيه. التحليل الصوتي للحركات كل صوت حركه لوحده. يعني مثلا كلمه عوري فا. لما نيجي نحلل كلمه صوتيه زي دي هنجيب صوت الايه؟ قلنا صوت العين لوحده نجيبه لوحده عو. طب صوت الراء لوحده اهي ري. وصوت الفاء جبناه طلع بصوت لوحده من بقنا. يبقى 3 مقاطع صوتيه عباره عن عو وري وفاء. تمام. وبعد كده ندي تدريبات نفس التدريبات دي لملك عشان ايه؟ تحل نفس التدريب ونمليها كلمات ثلاثيه. وهي دي الحركه من الالف للياء بنعمل ايه مع الطفل. تمام. اهي نعمل شو هي ده. اهي 3 مقاطع صوتيه عباره عن شو وهي وده. ونخلي الطفل يعدهم كده وهم طالعين من بقه ازاي. تمام. نديها تدريبات نفس التدريبات دي وهي تحل بقى لوحدها. واقول لكم يا رب ان شاء الله اكون فدتكم كده باذن الله في حركه الضم ازاي بنقدمها للطفل. وبناء على ان هو عارف ومتعرف على الحركات اللي قبلها الفتح والكسر ولازم يكون متقنهم عشان ندي الحركه الثالثه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.